السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة كوكي لايف واي. مشكلتك ايه مع زوجك؟ ما بيقعدش معاكي، ما بيتكلمش، وطول اليوم في الشغل بيلف على رزقه؟ بتشتكي انه مهملك وما بيقعدش يغني وجو الدباديب والورد والحاجات دي؟ انا عارفة ان انتي انثى ومحتاجة تسمعي كلام حلو وتحسي بأنوثتك والكلام ده كله، بس هو مشغول عنك عشانك. مشغول عشان لما تقولي جزر انا عايزة كذا وكذا يقولك شبيك لبيك اتفضلي، ويجيبلك اللي انتي عايزاه انتي وولادك. وبعدين هو مش من مزاجه وجوده بره البيت فترة طويلة، لكن هو برضو مجتمعنا كده. الراجل بيشتغل في المفرمة ليل بنهار عشان بس يقدر يوفر اكل ولبس وعلاج لأسرته، ويا ريته بيقدر، لكنه بيحاول في المفرمة وبيحاول. ما عندناش ناس بتقبض آلاف الدولارات في 4 ساعات شغل. رجالتنا مش بتطلع تغني فوق مسرح مكيف لمدة ساعة وتقبض فيها ملايين. رجالتنا حرفيا في مفرمة، والست الغلبانة الشقيانة اللي بتشتغل عارفة القرش بيجي ازاي، بحرقة الدم والأعصاب والمشاكل ورزالة الناس، واللي بيتعرض للسرقة في شغله والخسارة والحوادث. فلما يتعصب عليكي شوية اعذريه، ما ترديش عليه. فلو انت من النساء اللي قاعدة في البيت طول اليوم، ما نبقاش احنا مش حاملين هم القرش بيجي منين وكمان مش متحملينهم. هما اللي اتحملوا علشان حرقة الدم والتحكمات في الشغل والشتا على راسهم والشمس تحفر في دماغهم عشان يجيبوا لنا القرش لينا ولعيالنا. مش عارفين نتحملهم وهم متعصبين شوية؟ ما هو بيتحمل عصبية كتير بره عشانك، فبيطلع غله فيكي لما يكون عنده مشكلة في الشغل. ماشي يا ستي عديها، احمدي ربنا انه موجود على وش الدنيا، وشوفي اللي زوجها كان مكفيها وتوفى ولا طلقها محتاسة ازاي. هتقوليلي اصل مجتمع متخلف ومش مبرر انهم يعاملوا المطلقة والارملة كده. هو المجتمع اللي احنا عايشين فيه كده. انا مش طالعة غير المجتمع، انا طالعة اعرفك ازاي تتعاملي مع المجتمع ده، مع امر واقع. عندنا طنط حجارية موجودة في 99% من المجتمع، وانتي اتولدتي في المجتمع ده. يبقى نتأقلم ونعرف ازاي نتعامل، ولا نقعد نندب ونشتم في المجتمع ونخرب بيوتنا؟ انا شفت نماذج هحكيلك عليها. جارة ليا كانت بتمشي تقول يا ارض تهدي ما عليكي قدي. الفلوس والعيال والجمال. جوزها ما كانش مخلي البيت عايز حاجة، بس عنده مشكلة واحدة: كان ضعيف قدام المواقع اللي مش كويسة. كان بيفتح حاجات مش كويسة على النت، وكتير تمسكه متلبس وهو بيتفرج. كانت بتهد الدنيا وتزعق وتصرخ وتلطم، والجيران تسمع وتجيب له اهلها وتتخانق معاه وتشتمه وتدعي عليه، تدعي عليه هي واهلها بالموت وبالمرض. فرجت عليه الناس. الراجل مات. مش كنتي بتدعي عايزاه يموت؟ اهو مات. كان معاها 4 اطفال. مش هقول لكم بقى على كمية البهدلة اللي اتبهدلتها من الناس ومن اهله ومن جيرانها ومن قرايبها. طوب الارض اتجرأ عليها وبهدلها. وبعد ما كانت تلاجتها ما بتقفلش من كتر الاكل، ما بقتش لاقي علبة جبنة تعمل لعيالها سندوتشات. والله العظيم اللي بقوله ده حصل وحقيقي. الكلام ده هي حكيتهولي. العيل بقى نفسه في باكو بسكوت ومش عارفة تجيبهوله، وهو مات صغير ملحقش يأمن لهم مستقبلهم ولا يشيلهم فلوس. اهلها اللي كانوا مبهدلينه شتايم ودعاء عليه علشانها بيندموا انه ضاع منها. مش قادرين على مصاريفها هي وعيالها. جيرانها اللي كانوا عاملين صحابها ما بيدخلوهاش بيتهم، خايفين تخطف رجالتهم. ما هي فاضية بقى وحلوة وعليها الطلب. انا مش بقول ان زوجها الله يرحمه كان صح، لا طبعا غلطان من ساسه لراسه، واللي عمله ما يرضيش ربنا، بس ما تمنلوش الموت. ما وصلش العداوة للدرجة دي. ما نساش ان ابو العيال اللي محدش هيربيهم غيره. ادعي له ربنا يهديه، انصحه، اذكره بالله، اعرفه ان كده حرام. مش هفضحه واتخانق معاه وادعي عليه يموت. بيت اتكسر بموته، اتكسر نصين، ولا حد سائل فيهم. واحدة تانية اعرفها اخوها ياما عمل معاها مشاكل بسبب لبسها وبسبب هزارها مع الشباب، وامها كانت على طول في صفها ومدلعاها. كانوا هما الاتنين ضده، عايزين يعيشوا يعملوا اللي على مزاجهم من غير ما حد يحاسبهم. ما انتوا مش في امريكا، انتوا في منطقة شعبية، منطقة ما وراهاش حاجة غير نقد الناس والكلام عليهم. فبقى يوصلوا كلام الناس عليهم، فبقى يعمل معاهم مشاكل عشان يبطلوا يفضحوا نفسهم. عادوا وقطعوه وبقوا يدعوا عليه ويبيتوه في الشارع، يدعوا عليه بالشلل والموت، لحد ما الله يرحمه هو كمان مات وهو في عز شبابه. جات له جلطة عملت له شلل وبعدها مات على طول. يعني ربنا حقق لهم أمنيتهم واستجاب دعوتهم، شلل وموت مع بعض. ربنا يعافينا يا رب ويرحمه. وبعد ما كانوا بيتمنوا انه يختفي من حياتهم، بقوا ماشيين في الشارع في جنازته يشيلوا التراب من الارض ويحطوه على راسهم من الندم. واحدة تانية ما كانتش بتطيق وجود زوجها في البيت، لا هي ولا عيالها. كرهت العيال في ابوهم لانه عصبي شوية. عادي يعني، 99% من ابهاتنا بيتعصبوا علينا. احنا ياما تروقنا من ابهاتنا، ما فيهاش مشكلة يعني. دي ما ارتاحتش الا لما خليته يسافر ويسيب البيت ليها تتصرف مع عيالها زي ما هي عايزة. حبت قوي انها تعيش من غير حاكم،
ولادها طلعوا للأسف من أسوأ الأولاد في المنطقة، والراجل طبعا عايش في بلد تانية مش دريان بحاجة، ولا عارف ان عياله فشلوا في كل حاجة، لا تعليم ولا أخلاق ولا دين، وهي اللي يهمها انه يبعت فلوسه بس. فبقت حياتها كل يوم في مشاكل بسبب بنتها دي شوية وبنتها دي شوية وابنها ده شوية. فالبيت من غير راجل حتى لو كان زي ما بيقولوا عظم في قفة ما يبقاش بيت. البيت من غير راجل بيضيع، خصوصا في المنطقة الشرقية بتاعتنا. لو ما لقوش وراكي راجل هيبهدلوكي اخر بهدله. قليلين الرجاله الطيبين اللي بيحترموا الست الغلبانه الضعيفه ويحنوا عليها، لكن الغالبيه بيدوسوا عليها، سواء ستات ورجاله بيدوسوا عليها، بيدوسوا على الوحيده اللي مراهاش ظهر. وللعلم برضو عشان لكل قاعده شواذ، في ستات قدرت تربي ولادها لوحدها من غير راجل، وطلعت عيالها اعظم الشخصيات علم ودين وادب واخلاق، بس بعد ما دقت المر وفحتت في الصخر. ومش بمزاجها انها فقدت الراجل، كان غصب عنها، بس كانت ست محترمة، لا بتشتمه ولا بتتخانق معاه ولا بتدعي عليه ولا بتتمنى له الموت والاختفاء. فمش بالساهل ان الست تشيل بيت لوحدها، وقليلين جدا اللي بينجحوا في ده. وهتلاقيها ست تربية راجل وسيد الرجالة عشان يطلعها تتحمل المسؤولية كده. اكيد دي ست من ظهر راجل، لكن القاعدة الاساسية عندنا لا، البيت ما يبقاش بيت من غير راجل. هتقوليلي ما تتكلمي على الرجالة اللي بيكسروا الدماغ واللي بيبهدلوا امهم وولادهم واللي بيخونوا واللي ما بيصرفوش. هقولك الصنف ده ما يستحقش اوجه له كلام. الصنف ده محتاج محاكمة، تهذيب واصلاح، ولو قعدت ادم من هنا للسنة الجاية مش هيسمع لي كلمة. الراجل لما بيوصل لمرحلة الاجرام دي بيبقى قانونا محتاج يتعاقب ويتسجن، ولو في شرع بيتطبق يقام عليه الحدود، سواء بيسرق مراته بيسب لها الدين، استغفر الله العظيم، الحاجات اللي بنسمع عنها دي كلها. ودي مش في ايدي ان انا اعاقبهم على اللي بيعملوه. انا بكلمك انتي يلا عايشة مع راجل محترم، بكلمك عشان تتحمليه زي ما هو متحمل كتير عشانك. مش عايزاكي تفكري في كلامي بطريقة عاطفية، لا، فكري بناء على نماذج واقعية حصلت بالفعل. ما تبقيش انتي لسه صغيرة ما تعرفيش حاجة عن الدنيا، ولا قابلتي من الناس غير صحابك في المدرسة والكلية، وما تعرفيش عن نماذج البشر غير اللي بيطلعولك في المسلسلات والافلام، وتقولي لي الكلام ده ما بيحصلش، احنا في مجتمع حر وكل واحدة حرة والكلام بتاع التلفزيون ده. لا يا حبيبتي، ما فيش الكلام ده هنا في الشرق الاوسط. انزلي الشوارع واسمعي واتفرجي وشوفي مشاكل الناس، روحي الشؤون الاجتماعية، ادخلي المستشفيات بتاعة الغلابة، خلوهم يحكولك اللي بيجرى فيهم. لو كنا في مجتمع حر وبيحترم الناس بجد ما كناش سمعنا حكاية المنصورة بتاعت كام يوم، ما كانوش المشاهير رايحين جايين بالبادي جارد، محرومين يمشوا وسطنا في الشارع ستات ورجالة. فما فيش حاجة اسمها حرية في شوارع فيها شباب ماشي يخوف البنات بالكلاب ويخطفهم في التكاتك. ما انتيش حرة في شوارع بتعمل على البنت حفلة لو شافوها لابسة جيبة قصيرة. ما ينفعش تبقي حرة وسطهم، مش هيسيبوكي. لو ما حافظتيش على نفسك وعلى علاقتك برجالتك اللي بيحموكي مفيش حد هيرحمك. عايزة تجربي؟ جربي، روحي كده سيبي بيت بابا وأجري أوضة ولا شقة في منطقة شعبية وعيشي فيها لوحدك أسبوع، والبسي اللبس المحزق اللي نفسك تلبسيه اللي أخوكي بيزعقلك عليه، وانزلي من البيت بالليل وارجعي الفجر واعملي كل اللي على كيفك، وشوفي سكان العمارة اللي انت فيها والشارع بتاعك هيعملوك ازاي. هسيبك لخيالك بقى. يبقى عشان أحافظ على نفسي لازم أحافظ على أهلي ورجالتي اللي بيحموني، واشكر ربنا انه خلقهم ليا، واتغاضى عن اخطائهم. اصلا انا مش ملاك انا كمان. فعدي لزوجك، ما توقفيش الدنيا على غلطة عملها. عدي لابوكي عصبيته، عدي لاخوكي نرفزته، هم دول امانك وحمايتك والله. مش هقولك لا يدخل الجنة قاطع رحم، لانك عارفة ان الاب والاخ ما يتقطعوش، ما ينفعش يتقطعوا، وعارفة ان طاعتك لزوجك فرض عليكي، لكن هقولك حبيهم من قلبك وتحمليهم بعيوبهم وبعصبيتهم، لانك ملكيش غيرهم ومحدش هيتحرق دمه عليكي زيهم. عايزاكي تبعتي الفيديو ده لكل بنت تعرفيها عشان تعرف قيمة ابوها واخوها وزوجها، عشان كفاية اسر مفككة يا جماعة، كفاية زوجات مش عارفة قيمة ازواجها وبتتلكك لهم، كفاية بنات عايزة تخرج من تحت طوع ابوها واخوها، كفاية الشباب ضايع، كفاية بنات نازلة قلع ورقص على النت من غير حاكم. عايزين نلم الاسرة مش نفرقها. ايه الهدف من الفيديو ده؟ انا مش بقولك الغي شخصيتك، لكن بقولك احترمي رجالتك وقدريهم. انت لو مأجرة بادي جارد بالفلوس علشان يحميكي هيقولك روحي هنا هتروحي، ما تروحيش هنا مش هتروحي. يبقى الاولى اسمع كلام ابويا واخويا وزوجي المحترمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.